كتابه الطب النبوي. والعسل فيه منافع عظيمة، فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، محلل للرطوبات أكلا وطلاء، نافع للمشايخ وأصحاب البلغم ومن كان مزاجه باردا رطبا، وهو مغذ ملين للطبيعة، حافظ لقوى المعاجين ولما استودع فيه، مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة، منقل للكبد والصدر، مدر للبول، موافق للسعال الكائن عن البلغم. وإذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نهش الهوام وشرب الأفيون، وإن شرب وحده ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب وأكل الفتر القتال. وإذا جعل في اللحم الطري حفظ طراوته 3 أشهر، وكذلك إن جعل في القثاء والخيار والقرع والباذنجان، ويحفظ كثيرا من الفاكهة 6 أشهر، ويحفظ جثة الموتى، ويسمى الحافظ الأمين. وإذا لطق به البدن المقمل والشعر قتل قمله وصئبانه وطول الشعر وحسنه ونعمه. وإن اكتحل به جلى ظلمة البصر، وإن استن به بيض الأسنان وسقلها وحفظ صحتها وصحة اللثة، ويفتح أفواه العروق، ويدر الطمذ، ولعقه على الريق يذهب البلغم ويغسل خمل المعدة، ويدفع الفضلات عنها ويسخنها تسخينا معتدلا، ويفتح سدادها، ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو أقل ضررا لسداد الكبد والطحال من كل حلو، وهو مع هذا كله مأمون الغائلة، قليل المضار، مضر بالعارض للصفراويين، ودفعها بالخل ونحوه، فيعود حينئذ نافعا له جدا. وهو غذاء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وحلو مع الحلوى، وطلاء مع الأطلية، ومفرح مع المفرحات. فما خلق شيء في معناه أفضل منه ولا مثله ولا قريبا منه، ولم يكن معول القدماء إلا عليه. وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة ولا يعرفونه، فإنه حديث العهد حدث قريب.